ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني 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 وحشتوني، والله بجد وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وعافيه. طمنوني عنكم في الكومنتات وقولوا لي اخباركم ايه. يلا بينا النهارده ندخل على اليوم. بصراحه انا النهارده كان عندي تنظيفه محترمه في المطبخ. المطبخ كان متبهدل ومليان مواعين، فدي روتينيه كده مسائيه. انا قمت نظفت المطبخ ده يا بنات. الساعه كام؟ الساعه 1 بالليل. والله العظيم الساعه 1 بالليل. ما هنش عليا ان انا انام واسيب المطبخ مليان مواعين ومتبهدل بالطريقه دي. فدخلت على طول نضفته. اول ما الميه اجت، عايزه اقول لكم الميه بقت بتقطع عندي بالساعات والله العظيم، ودي حاجه مقرفه بطريقه مش طبيعيه، ومش عارفه ليه الميه بقت بتقطع كتير كده. فيلا بينا، مش مشكله، الحمد لله، يعني الحمد لله نضفناه وبقى زي الفل. تعالوا بقى اتكلم معاكم في كام نقطة كده. بصراحة جالي الفترة الأخيرة ديت شوية أسئلة كده من كام بنوتة بيتكلموا عن المساوئ اللي بتقابلهم في الشغل، أو اما بينزلوا شغل مثلا بيتكلموا إن ساعات كتير بيتعرضوا لحاجات مش لطيفة في الشغل. فأنا جمعت الرسائل دي كلها وأجيب لكم الاختصارة المفيدة أو الرد المفيد في الآخر عن كل المشاكل دي. بتشتغلي اي حاجه بقى، سواء بتشتغلي في محل، سواء واقفه سيلز في محل هدوم، بتشتغلي اي شغلانه، اي حاجه انت بنوته بتنزلي تشتغليها، لازم تحطي لنفسك فيها كذا حد كده، او قبل ما تقدمي في الشغل، او اول يوم ليكي في الشغل، او شغلانه جديده، او سواء انت كنت في الشغل فعلا. هقولك على كذا حاجة لازم كذا نقطة دول تحطوهم في دماغك عشان تعرفي تتعاملي مع الناس اللي في الشغل. تمام. أول حاجة، الانطباع اللي انت هتديه للناس اللي موجودة في المكان ده عنك في اول يوم انت هتروحي فيه الشغل. يعني هتديهم انطباع اذا كنت انت شخصية عارفة حدودها، ما بتقبليش الهزار الكتير، ما بتتكلميش كتير، ليكي حدود كده معينة. دي الصورة اللي هتفضل في ذهنهم طول العمر من ناحيتك. تاني حاجة تعمليها، ما تصاحبيش الناس اللي معاكي في الشغل. يعني ما فيش حاجة اسمها انا زميلتي معايا في الشغل فدي انا هروح اعرفها على مامتي وعلى بابايا وعلى اخواتي وعلى خطيبي، هعرفها على حياتي، هحكي لها على اسراري، هقول لها على كل حاجة تخصني. والمشكلة ان احنا لما بنكون في الشغل مع بعض بنبقى بنحس ان احنا اخوات، لان بنقعد مع بعض فترة كبيرة جدا جدا جدا. فدي حاجة غلط ان انت تعمليها، تخلي صاحبة الشغل اللي معاكي تكون صاحبتك الشخصية، او تخليها موجودة في حياتك الشخصية. ده غلط جدا جدا جدا. وارد بعد كده يحصل اي حاجة، وارد بعد كده تغل منك، تتغاظ منك، انت مثلا بيحبوك في الشغل اكتر منها، انت اشطر منها، فتمسك عليكي الحاجات ديت. ما تديش لاي حد سرك، ما تديش لاي حد فرصة ان هو يمسكها عليكي بعد كده. ما تديش لحد، بجد ما تدوش يا بنات لحد سركم. النفوس بتتغير، حتى لو هي اقرب واحدة ليكي دلوقتي، اقرب لك من اهلك، من امك، من ابوك، من كل الناس اللي حواليكي. ما تعرفيش بكرة ديت هتبقى معاكي ايه، ما تعرفيش هي جواها ايه. حتى لو انت بتموتي فيها انت ما تعرفيش اذا كانت هي بتحبك وبترسم عليكي الحب ده ولا لا. فممكن اي حاجه انت بتحكيها لها دلوقتي تستخدمها ضدك بعد كده. هنيجي لاهم نقطه واكتر نقطه. تلات ارباع البنات ساعات بتعملها، وفي بنات لا، بجد هي عارفه حدودها. حته الهزار والضحك في الشغل. هقول لكم على حاجه، اي مكان هتروحي تشتغلي فيه طبيعي مليون في المية هيكون معاكي فيه شاب او عدد من الشباب. تمام. المدير او صاحب المكان لما بيختفي من المحل او من المكان، انتوا فجأة هتلاقي الشباب بييجوا يتكلموا وقاعدين مع البنات اللي معاكي، وهيعملوا جروب كده مع بعض. ممكن الجروب دوت يكون مدته مثلا 5 دقايق. ال5 دقايق دول هيقعدوا يتكلموا ويهزروا ويضحكوا ويحكوا تفاصيل عن حياتهم الشخصية. انت غصب عنك لو قعدتي في المكان ده او في الجروب ده او في الوقت ده انت كنت حاضرة، غصب عنك انت كمان هتتكلمي. بالذات انت لو شخصية جديدة لسه داخلة المكان، هيبقوا مهتمين ان هم يعرفوكي اكتر، او يتعرفوا عليكي اكتر، او يشوفوا حياتك الشخصية عاملة ازاي اكتر. عايزين يكتشفوك. احنا بطبعنا شعب فضولي. تمام. فعشان خاطري ما تقعديش في القعدة دي. ليه؟ هقولك على حاجة. نظرة الشباب للبنات غير نظرة البنات للبنات. تمام. دي معروفة. الشاب عمره في حياته ما هيبصلك بصة ان انت زميلته في الشغل غير لما تكوني انت حاطة لنفسك حدود. 1+2 بس. هي كده ابيض واسود فقط. لكن بهزر بضحك، انا من الشخصيات المرحه، انا من الشخصيات اللي بحب اللمه والقعده والهزار والضحك، وبحب كده ايه الفرفشه، وانا شخصيه فرفوشه مع نفسي. خليكي فرفوشه مع البنات اللي معاكي مش مع الشباب. الشاب دايما اديله الوش الجد اللي هو لو بنتكلم الكلام اللي ما بيننا يكون في حدود الشغل فقط فقط فقط. مفيش حاجه اسمها تيجي تهزر معايا، مفيش حاجه اسمها تيجي تضحك وتقول لي ما اعرفش ايه، او تقلش على زميلتي لا. لا، ما يتكلمش معاكي غير في حدود الشغل فقط. ليه؟ الشباب نظرتهم زي ما قلت لكم للبنات مختلفة.
تمام، فأي حد أي شاب في المكان هييجي يختبرِك، والله لو كان هو مين، لو زميلِك، لو صاحب المكان، لو ابن صاحب المكان، لو هو مين، لو الصيدلي اللي جنبكم، لو بتاع السوبر ماركت، لو أي حد تمام، هيختبرِك في الأول، هيشوفِك شخصيتِك عاملة إزاي، هيبدأ يهزر معاكِ هزار خفيف، يشوفِك هيلاقيكِ تقبلتيه هيتقِّل الهزار، هيلاقيكِ برضه تقبلتيه هيبدأ يهزر معاكِ بألفاظ، لقاكِ برضه تقبلتيه هيبدأ يهزر معاكِ بإيده، خلاص؟ لقاكِ برضه تقبلتيه هيفهم عنِّك أو هياخد عنِّك يعني صورة وِحشة، تمام، بعد كده يقعد بقى مع أصحابه الشباب دُولي يتكلموا عليكِ، يقولوا دي كذا ودي كذا، وده يقول له دي كذا ودي كذا، هيفهموا إن أنتِ سهلة، تمام، هيفهموا إن أنتِ عادي ومباحة مش مشكلة، سهلة معانا، تمام، فنهزر ونضحك معاها هنعدّي حدودنا مش مشكلة، خلاص، مش هيعملوا لِك حساب بعد كده، بعد كده دي أكبر غلطة هتعمليها في حق نفسِك، أنتِ مليون في المِيّة لو عملتِ الحركة دي أنتِ مليون في المِيّة هتمشي من المكان، ليه؟ أنتِ بوّظتِ شكلِك قدّام الشباب اللي موجودين في المكان، بوّظتِ سُمعتِك، ممكن بعد كده الموضوع يتطور ويوصل لصاحب الشغل، وصاحب الشغل يتضايق أو المدير يتضايق ويشحتِك من المكان، تمام، هتحكمي على نفسِك حكم وِحِش، تمام، هتدّي صورة للي قدّامِك ده إن أنتِ شخصية مش كويسة، فأنتِ في غنى عن ده كلّه، في غنى عن ده كلّه ما تقعديش القعدة دي من أولها. رابع حاجة ما تكونيش الشخصية الحيادية اللي في المكان، تمام، ما تكونيش يعني لو حصل أي مشكلة وأنتِ شُفتِ مين اللي غلطان أو من وجهة نظرِك فلان اللي غلطان ده، ما تُقفيش وتقولي أنا هابقى معاه وأنا هافديه بدمي وهافديه بروحي وهافديه بقلبي لأ، 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 ما تكونيش حيادية، خلّيكِ بُصّي هاقول لِك على حاجة، لمّا تكوني في الشغل ما لكيش دعوة بحد، ما تتدخّليش، خلّيكِ في حالِك. خامس حاجة ودي الأخيرة بقى، ما تكونيش شخصية لطيفة زيادة عن اللزوم لدرجة إن اللي قدامِك يستغلِّك ويستغل طيبتِك ويفهموا أو يفكّروا أو ياخدوا عنِّك صورة إن أنتِ شخصية غبية ما بتفهميش حاجة أو نقدر إن إحنا نستغلّها ونرمي عليها الشغل كلّه، عادي مش مشكلة مش هتتكلم، ما هي طيبة وغلبانة ومش هتقول حاجة، لأ يا بنات ما تعملوش كده. وبس ده والله ال5 نقط اللي مختصرين عن أي بنوتة بعتت قالت لي أي مشكلة في خصوص الشغل، حطي حدود لنفسِك في أي حاجة هتستمري فيها وهتكملي فيها وأنتِ الكسبانة مش أي حد تاني، وأنا خلاص أنا خلصت كلامي يا رب يكون عجبكم أو استفدتوا بيه بأي حاجة، اعذروني يا بنات لو كنت اتكلمت بطريقة عصبية شوية، بس بجد الرسايل اللي اتبعتت لي غاظتني وزعلتني أوي، 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 فأنا حبيت إن أنا أنصحكم أنتم اخواتي وحبايبي وما اقبلش على أي بنوتة أي حاجة وحشة، ربنا يا رب يهدينا كلنا ويصلح حال البنات كلها. بس هنا أنا كنت خلّصت المطبخ والحمد لله المطبخ بقى زي الفل، وكمان غسلت شوية فراولة كده وموز وضبّطت الدنيا وخلاص كده الفيديو بيخلص، لو عجبكم اضغطوا له لايك، أشوفكم الفيديو الجاي.